اليوم 24 بشهر الثاني أو فبراير. اليوم عندي أوسكي جراحة، نهاية روتة الجراحة، وساعة 6:14. صليت الفجر، متوترة بس متفائلة وإن شاء الله خير. عندنا هواي مواضيع ما أتذكر بالضبط إيش قد، وهذا اللي يخلي الواحد يتوتر أكثر، لأن ما يعرف على شنو يركز بالضبط. بس إن شاء الله خير، وإن شاء الله يطلعوا لي دكاترة سهلين. هاي الأمنية الوحيدة يعني. وإن شاء الله ما أتوتر، وإن شاء الله أجاوب. وهذا الأوتفيت مال الأوسكي. طبعا لازم نلبس شي رسمي على مود الانطباع مال الدكاترة. اليوم سبت والساعة 1:00 ورمضان، وأني لي هسه ما نايمة، فقاعدة من 3 الفجر والأرق مدا يخليني أنام. فقلت بما أنه أني سخرت هواية، خل أحاول أنعس نفسي وأقرأ محاضرات، لأن عندي هواي تراكمات. عندي تراكمات بالنسائية والباطنية والجراحة، مو هالقد تراكمات، لأن أنا هم أحاول أقرأ يومي، بس لازم يعني إنه أخلصهن قبل لا يحددون المد وأنحصر بالمد. فيلا خلينا نشوف إيش قد تراكماتي. حاليا شو التراكمات متبشر بالخير، يعني تقريبا نص المادة أنا ما قرايتها، أكثر من نصها. يعني الباطنية والجراحة يتنافسن منو أكثر تراكمات. يلا شي على شي تقريبا نفس العدد، يعني بس الباطنية واحدة زيادة، يعني كلهن 7 تقريبا. فقررت أخصص هذا الأسبوع بالكامل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أخلص كل يوم واحدة منهن، يعني أقرأ منا ومنا ومنا، يعني 3 محاضرات باليوم، واحدة توليد، واحدة جراحة، واحدة باطنية، لحد ما يخلصن. هل راح أخلصهن؟ ما أدري، بس إن شاء الله نخلصهن. يعني مو معقولة كلهن راح يدخلن بالمد، والله ما أدري، يعني يمكن يسووها ويدخلوها كلها بالمد. I don't know. فترقبوا هل سأنتصر لو راح أنهزم. أنا ما عندي شخصية، راح أخلي الرولت هو اللي يختار لي شنو المادة اللي أبدي بيها. يلا أحب الباطنية، it's okay. راح أبدي بأكثر شي حلو اللي هو اندوكراين. تحديد بما أنه وصل جدول المد، المفروض كان إنه أقرأ هذني تراكمات وأخلصهن. خلينا نأشر شنو الأشياء اللي قرأتها. بالباطنية قرأت هاي تسلم عليكم. لا هاي قرأتها، هاي هم تسلم عليكم. هاي تسلم عليكم همينة. هاي قرأت نصها. هاي قرأتها، وهاي قرأتها. النسائية قرأتها. الباقي سلم عليكم. وأول امتحان ولا واحد من هذني. أول امتحان راح يكون باثو أو أمراض، وطبعا هاي مادة الباثو. المؤشرات بالصح الأخضر هن اللي داخلات 9 محاضرات داخلات، which is يعني نوعا ما أقل من المعتاد أعتقد، يعني فمضطرة إنه يمكن أقدر ألمم المادة.
طبعا أنا ما أصور فيديوهات سبحان الله إلا لما يكون عندي امتحانات. ما عليكم بهاي الورقة. الأحد عندي امتحان جراحة مد، بس شنو الامتحان؟ خل أحسب إيش كم ملزمة. 14 محاضرة بس. يمكن العدد إنه يبين مو هالقد يعني كبير، بس إحنا عندنا امتحان روتا، يعني امتحان سريري أوسكي وهاي السوالف يوم الثلاثاء. وأيضا يعني المادة كبيرة، الملزمة الواحدة يعني مملوءة بالمعلومات ومحشية حشي معلومات، وفوقها امتحان راح يكون يعني أساي شرح يعني. فما أعرف شو راح أدبرها. واليوم أربعاء على خميس، هسه يعني الفجر، هسه ساعة 4 يوم خميس. هاي فالوضع كلش مزري. طبعا أنا جبت هذا الدفتر لأن أتفائل به، دائما إنه ألتزم به. ما عليكم إنه أكون بيهن ما حاطة صح، بس شوفوا لهذا أنا أتفائل به يعني. فاليوم راح نكتب اللي عندنا لليوم. اليوم المفروض أخلص 4 ملازم، يعني already يعني خلصت واحدة منها اللي هي intestinal obstruction. باقي لي 3. هاي الملزمة بيها فقط 18 صفحة، فراح أبدي بيها لأن المفروض تكون أقل من البقية. قعدت فجأة لقيت اليوم جمعة، امتحاني الأحد. نسبة إنه أجيب درجة أكثر من 15 من 30 0.00001. ها إذا ما حسبت يعني. يلا الله يرتبها. ماكو قهوة، لا ما تدبر. طلعت حتى القهوة اللي أنا ما عجبتني ماكو. راح أستسلم وأسوي شاي. يصير أكلها هيج. قاعدة راح أسوي. نسيت إنه لازم أخليه فوق أول شي قبل لا أحط الشاي. واو، آثار جراحة برتبها. طبعا علاقتي ويا الجراحة جدا توكسيك، يعني أحس مهما قريتها ومهما جاوبت زين بيها مستحيل أخذ درجة زينة بيها. هو شوفوا أنا المادة، أنا بعض المحاضرات أنا قريتها بس جيبوا لي ذكر ما أتذكر أي شي. هذا الكوب العملاق أختي جابت لي إياه وما استخدمته، وهسه أجى الوقت إني أستخدمه. بالكريسماس جابت لي إياه شوش دايت توست بالجبن. يلا خلاص بعد واحدة. الدنيا مطر برا، كل شي دا يقول لي عرفي لقاية قاعدة شوفي مسلسلك، تابع الأنمي اللي تحبيه. خل نشوف كم محاضرة أنا قاية. الهرنية الأولى قاية نصها، هذني وهاي لا هاي لا هاي لا. قايتها قايتها الجول بلادر، قايتها خوش. قريتها بس ما فهمتها هواي. مو فهمتها وإنما أحس لازم أقرأ بعد. قريتها ما قريتها. أقولكم شو زين أني. اليوم مهم إنه أخلص هذني المحاضرات بعد مناقشات ويا صديقتي. اقترحتني إنه أكتب هذني بما إنه أنا توني قاعدة
المفروض امسح صح، لان المفروض شربت طن شاي، فما ادري. ان شاء الله خير، ان شاء الله يرتب. ويلا خلينا نشوف اذا راح ادبرها لو لا. يا الله، بعد ساعة ما ادري ايش قد، لا والله ساعتين، خلصت اول محاضرة ستومك والديودينام الاولى، خلصت. كانت حلوة كلش وسهلة وين طالت بيها ساعتين. واو، لا صراحة سهلة، يعني أكثر المعلومات أنا ما أخذتها بغير مادة. المحاضرة الثانية مال ستومك وديودينم المفروض هسه أقراها. دزيتها الشات وقلت له يعني يشرح لي إياها. يبقى هذني أكرهن صراحة، ما أحب الهرنيا، وعندي فوبيا منها، عندي تروما من الهرنيا بسبب أوسكي الجراحة. فإيه بس يلا إذا نقرأ الديودينم، ستومك وديودينم الثانية. وأخيرا خلصت المحاضرة الثانية بطلعان الروح. قالي هذني حالتي الصحية تتدهور، وحالتي الدراسية أيضا تتدهور، وحالتي النفسية اتدهورت من زمان. نمت فجأة لقيت نفسي يوم الجمعة الساعة 3 الظهر، أو هسه راح تصير ب4 الظهر، وبعد هذني المحاضرتين ما خلصتهن، وفوقاهن خير من الله من المحاضرات. أريد أبطل، أريد أبطل، وشكرا. بعد معاناة شديدة أخيرا يمه أخيرا هاي تم، باقي هاي وهاي وهاي، اكو بعد. هسه هاي جراحة العامة، هاي تخلص بسرعة، وهاي نصها يعني اناتومي، نصها تشريح. ما اعرف اذا يعني يمكن اسوي سكيب للتشريح. البريتونيوم صعبة، هاي صعبة، هاي سهلة قرايتها، هاي همينة قرايتها سهلة. هذني ما اعرف شنو وضعهن، ما قرايتهن. الساعة هسه ب6 المغرب، والامتحان ب12 الظهر او ب12:30 اعتقد. وهاي تم، واعتقد ما راح انام. هذا نوني يا جماعة، هاي بسكوتة، هي صلفة بس بنفس الوقت ما تقبل ألزمها. وهذا أصلفة من الصلافة. نوني تدعيلي باكر، هواي وكلك. بسكوتة هم ادعيلي. هذا نوني. زين الامتحان يمكن أكثر امتحان خبطت فيه الأول والتالي. صنعت جراحة جديدة. يتم العودة للبيت وجنطتي انقطعت. هلا، اليوم الثلاثاء والأحد عندي امتحان باطنية مد، وأني البارحة قرأت 3 محاضرات، 3 مال باطنية، قرأتهن قبل. قلت لي أن توني راجعة من امتحان الجراحة وهاي، فاحتاجت شي خفيف إنه أقرأه، يعني مو إنه شي جديد. بس اليوم راح أقرأ أشياء جديدة ما قريتها. 17 محاضرة داخلة بالمد، فحسوي هايلايت للمحاضرات اللي أنا قاريتها. هاي أنا قاريتها، وأنا أصلا راح أسوي لها سكيب لأن هي introduction مقدمة. هاي قريتها، وهاي أصلا راح أحط عليها صح لأن قريتها. هاي هم أنا قريتها وراح أحط عليها صح.
هاي قاعدتها باليومي، يعني هذني قاعدتهن، وهاي قاعدتها باليومي. هاي ما متأكدة إذا قاعدتها أو لا، فما راح أسوي لها هايلايت. نجي على دكتور مشتاق. هاي أنا حاضرتها باليومي، حاضرتها. بقية مقايتهن. الدكتور أحمد الحلي ما متأكدة إذا قايت له لو لا. لا، الإسوفيكس قايتها، وهاي من قايتها. يبقى هذني مقايتهن. شي على شي، أنا أصلا أحب الباطنية أكثر من الجراحة، فالمفروض إنه أستمتع بها أكثر من الجراحة. ويلا نبدي نقرأ. عندي هاي الشمعة قديمة، فراح نجرب نسوي الترند مال إنه أقرأ لحد ما تخلص الشمعة. هاي شمعة قديمة يعني المفروض تخلص بسرعة، فإذا خلصت راح أشعل شمعة جديدة. طبعا هاي الشمعة بس كحت عليها انطفت، بس يلا هنجرب واحدة احتياط لخ عنود لما تخلص. عود يعني انه يدق هاي. جبت واحدة احتياط عنود لما تخلص اشعلها. خلصنا استشفى الباطنية الأول. اليوم برعاية الوالد مرفه. هذا كله بالخير. تم أوسكي باطنية. اليوم خلصنا أوسكي الباطنية. تم أوسكي الباطنية، آخر أوسكي بالرابعة. اي صحيح، خلصنا اوسكيات واخيرا جايز. هاي آية. محطتين بالاحرى. فلان دكتور كان كلش حباب وكلش هيلفول يعني، بس اما الدكتور الثاني او ماي جاد يعني سكوت افضل. جايز انا اول مره اطلع باليوتيوب، سووا لايك سبسكرايب. طبعا باكر عندي امتحان توليد، وأحب المادة مخلصتها، بس هسه لازم أراجعها، والوضع مزعج جدا. هاي الورقة اللي أكتب بيها عن مود أحفظ وهاي السوالف، مجمعة كل أقلامي. جبت هاي الشمعة، قلت
خل أسوي شغلة إنه أدوس لحد ما تنطفي الشمعة. وها قهوتي خلصتها. يلا فراح أدوس لحد ما تخلص الشمعة، وإذا خلصت من وقت جبت واحدة احتياط. يلا نبدي. طبعا الدنيا تمطر، واحنا هسه بشهر رابع، 25/4، يعني راح يجي شهر الخامس والدنيا تمطر فقعد والبرق. تحتيف الشمعة وصلت لهنا، بس الساعة 11:53. أنا شعلتها 10:20، وشحني صار 8، بس مستمرة بالدراسة. خلصت بسبب الشمعة هذين المحاضرتين، وهاي المحاضرة همينة، وهسه دا أقرب هاي. هل أنصح بطريقة الشمعة؟ إي أنصح بشدة. شوفوا الشاب وكذا امدحوني. وهسه راح أخذ استراحة.